التقاعد الوطنية تعلن عن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار، فاللي أتمنى من عندكم متابعة الفيديو للنهاية، ولا تنسى تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة على مود توصلك جديد الفيديوهات. تعلن هيئة التقاعد الوطنية عن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آيار 2023 بمجموع 7332 قيد للفئات أدنى، اللي هم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدني والعسكري بعدد 4468 قيد، مكافأة نهاية الخدمة للشهداء وجرحى وزارة الدفاع بعدد 2605 قيد، مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية بعدد 157 قيد، السجناء ممن تقل مدة اعتقالهم عن شهر بعدد 47 قيد، مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي بعدد 34 قيد، جرحى ضحايا الإرهاب ممن تقل نسبة إصابتهم عن 30% بعدد 21 قيد. لذلك تدعو هيئة التقاعد الوطنية كافة الفئات أعلى ممن تصلهم رسالة نصية بالتوجه إلى فروع المصارف والمنافذ الدفع الإلكتروني لاستلام مستحقاتهم. من جهته أكد المكتب الإعلامي للهيئة أن الإسراع في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المستحقين جاء استجابة لحزمة الإجراءات التي أصدرها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبجهود ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطني. فإخواني المتقاعدين، راح تسألون من المشمول. أي شخص يقدر إذا هو مشمول بالمكافأة نهاية الخدمة توصل رسالة، واللي ما توصلهم رسالة، يعني مثلا الرسائل المتعطلة مثل مصرف الرافدين إلى آخره، تقدر تفحص بطاقتك بها رصيد فأنت ضمن هاي الوجبة، ما بها رصيد تنتظر الوجبات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.